بات الدولي المغربي أشرف حكيمي أول لاعب عربي يخوض مباراة رسمية بقميص نادي ريال مدريد. مباراة الملكي أمام إسبانيول كانت مباراة تاريخية بالنسبة للفتى المغربي الذي لعب 90 دقيقة كاملة قدم خلالها مردودا جيدا. أشرف حكيمي المغربي الذي اختار بوابة البرنابيو لدخول التاريخ. الظهير الأيمن المغربي بات أول لاعب عربي يحمل قميص الملكي في مباراة رسمية. تلك كانت الخطوة الأولى في طريق المجد الذي بدأه من القمة، من قلعة الميرينغي، قلعة أحد أعرق الأندية في أوروبا والعالم. هي الصدفة التي قدمت هدية ثمينة لحكيمي فأحسن التقاطها. مرض كارباخال الظهير الأيمن الأول للريال فسح المجال لميلاد نجم جديد، نجم عربي يحمل راية مغربية. حكيمي خاض 90 دقيقة كاملة أمام إسبانيول ولم يستبدل لتكون البداية مشجعة لصاحب الرقم 19. الفتى المغربي رأى النور في العاصمة الإسبانية سنة 98 من عائلة مغربية منحدرة من مدينة القصر الكبير. ولادته في أحضان إسبانيا لم تنسه جذوره وأصوله، فكان المغرب اختيار القلب بالنسبة له، فلم يتأخر في تمثيل أسود الأطلس وخاض معهم 3 مباريات لحد الآن، بل إنه لم ينتظر ليسجل أول هدف له بقميص الأسود. حكيمي فرض نفسه الآن نجما داخل كوكبة نجوم الملكي ليجاور أفضل اللاعبين في العالم، كريستيانو رونالدو، راموس، مودريتش وآخرين. عن سن 18 فقط كتب حكيمي أول سطر في كتاب مسيرته الذي يلوح حافلا بالإنجازات. يبدو أن أشرف الآن معنا مباشرة مع زميل جمال. جمال، نريد أن نعرف كيف شعر وهو يلعب مع الكبار، وأيضا اليوم كأساسي منذ البداية. نعم سأنقل مباشرة السؤال لأشرف. بريمير بارتيدو، أولى مبارياتك وأول فوز لك مع الريال مدريد، والريال مدريد يعود للفوز. ما هي حسيسك اليوم بعد هذه المباراة؟ أنا سعيد بمشاركتي في أول مباراة رسمية لي، وأيضا أول 3 نقاط في البرنابيو. كيف هي مشاعرك قبل دخولك إلى المباراة؟ كيف كنت تنتظر هذه المواجهة؟ كنا نعرف جيدا بأن الخصم خصم صعب، ولكننا نحن ريال مدريد ويجب علينا أن ندخل للفوز بالمباراة، ونحن سعداء بالعلامة الكاملة. قبل قرارك بالبقاء هنا، هل فكرت في الذهاب إلى فريق آخر معارا، أم زيدان كان له أثر كبير؟ نعم، كنت أفكر في الخروج من ريال مدريد، ولكن المدرب وثق في مقدراتي ومنحني الفرصة وأنا أشكره على ذلك. والآن ما هي الخطوة القادمة؟ غدا سوف أذهب مع المنتخب الوطني لكي نحاول التأهل لكأس العالم. لقد لعبت كثير مع المنتخب والآن لديك الثقة كبيرة. المدرب الآن يثق في مقدراتي وأنا سعيد بذلك. كيف يبدو لك المباراة القادمة أمام الغابون؟ مباراة صعبة وسنراهن فيها على كل أوراقنا لكي نفوز بالنقاط ال3، وعلينا أن نذهب خطوة تلو الأخرى لكي نتأهل، خطوة خطوة كما قلت. والآن سبقت لكم خطوة أمام ساحل العاج. أولا سنفكر في الغابون، وبعد ذلك سننظر وسننتظر ماذا سيحدث. ما هي مساهمتك في المنتخب؟ مثل مساهمتي في الريال مدريد، أن أقدم ما أعرفه وأن أقدم أفضل ما لدي. شكرا جزيلا. إذن عودة إليك بعد هذه المقابلة مع أشرف حكيمي الشاب المغربي المتألق في ريال مدريد. نتمنى له إذن التوفيق مع ريال مدريد ومع منتخب المغرب أيضا في كأس العالم في حال التأهل. إذن وهنيئا لريال مدريد إذن بهذا الفوز. التنافس قلت يبقى على أشده بين الكبار، ونحن نذهب إلى مباراة أخرى. الدوري يجب علينا أن نستعيد كل اللاعبين. حدثنا عن أشرف، كيف كان أداؤه في أول مباراة رسمية له؟ أول مباراة رسمية للاعب،
أعتقد لم يبدو لي بأنها كانت المباراة الأولى، لقد لعب بنضج كبير ولعب بجدية وأيضا بشخصية، وفي نهاية الأمر أنا سعيد بأداء اللاعب، وهو أيضا سعيد بأن يبدأ في البرنابيو بفوز، وسوف يتذكر هذه المباراة كل حياته. رهانك على أشرف. نعم، داني هو اللاعب الأساسي كظهير، وهل ستجعله أساسي في المجموعة؟ نعم، سيكون أساسي ويستحق ذلك. طبعا أشرف كان رهان زيدان، لأن ربما كان الحديث عن إعارته، وهو أيضا كان يبحث عن إعارة حتى يلعب أكثر، لكن زيدان قال له عليك أن تبقى، وضمه إلى الفريق الأول بدل أن يكون مع الفريق الرديف، مثل ما كان الحال أيضا بالنسبة للوكاس فاسكيز الذي كان يريد أن يغادر الريال.